السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة وتحلاية ورمضان كريم. اليوم رح نحضر مع بعض حشوة السمبوسة بالجبنة، كتير سهلة وبسيطة ومتأكدة إنه رح تعجبكم، فتابعوا الفيديو للأخير. وهلأ يلا نبلش. بالبداية بدي أضيف كاسة صغيرة من المي، وبعدين بدي أضيف معلقة كبيرة من الحليب البودرة ومعلقة كبيرة من الطحين، وبدي أحركهم كتير منيح لحتى يدوبوا وتنزال أي تكتلات موجودة عندي. فضلا وليس أمرا حابة أذكركن لا تنسوني من دعمكن من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. وهلأ بدي ارفعهم على الغاز وعلى نار متوسطة، ورح استمر بالتحريك لحتى يبلش يسمك عندي القوام. وبس يسمك عندي القوام بدي اضيف الجبنة. انا رح اضيف جبنة موزاريلا، وطبعا طريقة الحشوة كتير سهلة وبسيطة وحتى بدون زبدة، ما رح تاخد منكن أي وقت، ومتأكدة إذا جربتوها رح تعتمدوها كل مرة لأنه طعمتها عن جد خيال ولا أطيب من هيك. وأنا عم ضيف الجبنة بستمر بالتحريك هيك لحتى تدوب عندي كل الجبنة. وبس تدوب الجبنة هيك متل مو شايفين، بدي أضيف الملح. طبعا إضافة الملح حسب الرغبة، أنا هون جبنة الموزاريلا كمان كانت بدون ملح، فأنتوا على حسب الجبنة اللي بتضيفوها بتكون كمية الملح. وبدي أضيف كمان حبة البركة. وهيك صارت جاهزة عندي أطيب حشوة سمبوسة بالجبنة، كتير سهلة وبسيطة وما أخدت مثل ما شفتوا أي وقت. بحركهم مع بعض لحتى يختلط عندي الملح وحبة البركة، وهيك صارت جاهزة عندي. بانتظار تجربوها وتخبروني رأيكم بالكومنتات، متأكدة انه رح تعجبكم ورح تعتمدوها دائما. مثل مو شايفين ما شاء الله قوامها بشهي وبياخد العقل، وريحتها ولا أطيب من هيك. وبس لحتى شيلها من على الغاز بدي صبها بصحن ودخلها على البراد واشتغل فيها بس لحتى تصير باردة تماما وتتماسك. وطبعا مثل ما بتعرفوا السمبوسة من المقبلات الأساسية برمضان، لهيك أنا ما بستغني عن هالوصفة طول شهر رمضان. وفيكن تشكلوها مثلثات وفيكن تشكلوها رولات، أنا هون حبيت شكلها رولات. طبعا اشتغلت فيها بعد ما دخلتها على البراد وبردت وتماسكت، وبعدين بلشت ضيفها وشكلها رولات. وهيك كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم وحبيتوا الفيديو. وحابة أذكركم لا تنسوني من دعمكم من لايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وعائلة طبخة وتحلاية تكبر. وخبروني شو حابين أعمل وصفات بالفيديوهات الجاية. سلام.